لا نخاف على المغرب، يحرجهم يقلقهم انه فريق يعمل ما يسمى بالفرنسيه تروبل فات، الحفله نتاعهم يبلبزها لهم. احنا فرق عربيه وافريقيه هكا ما يحترموناش برشا. رغم ان انا عندي وجهه نظر في هذه الجزئيه، ان المغرب يعني بصراحه اخذت مكان وتبوت مكان مميز صحيح. على صعيد القاره ودارت وهره، واعتقد ان تواجدها في ادوار متقدمه كان عنصر ايجابي في مونديال قطر، وحتى نستمر نشوف فيه عنصر فرض نفسه. ونزيدك نقطه ثانيه، زيد فوزي لقجع ما يمشوش عليه. لا انت قلت سواء على الصعيد الدولي وكذا، اخذ حتى هو مكانه اداريه مختلفه. شوف يمشوا لك، لان رجعنا للفار بغيت نرجع للفار فتحي. شوف في روسيا المغرب اخذت مكانتها على الصعيد الافريقي. انا نمشي معك لبعيد. المغرب اخذت مكانتها على الصعيد العالمي. صحيح. اليوم على الصعيد العالمي يعيشكم. اذا ربما حتى كي باش تظلم المغرب تولي تخمم شويه. ولكن مع ذلك انا نرجع لهذه الجزئيه المتعلقه لانه لا يمكن شخص مثلا فوزي القجاع ولا غيره، لانه مونديال روسيا كانت حاله الفار وحنا كنا حاضرين في روسيا، مباراه اسبانيا، مباراه البرتغال. نقصد في اطار الحضور الاداري صحيح. الاحترافي والمميز. صحيح. ولكن دائما في هذا المنتظم الدولي لديه الياته. انا كنتذكر المغرب في روسيا، مباراه اسبانيا، كان حالات يعني. وانا كنتذكر يعني لما صرح مرابط فاش قال لي بالفار از بولشيت يعني، وظلت تتردد اكثر من مره. في مونديال فرنسا ايضا كانت، في مونديال قطر ايضا مباراه المغرب وفرنسا ضربتي جزاء لم يعلن عليهما ان ذاك الفار. بالتالي في هذا المستوى مثل هذه التفاصيل وارده، ولكن في كل الاحوال بيض الله وجهكم يا المغرب، بيض الله وجهكم، شرفتونا والله، شرفتوا العرب يا اخي. هذا المستويات اللي الواحد يفتخر فيها ان العرب انهم قدموا يعني مباراه جميله، 7 نقاط اللهم لك الحمد من المغرب. والله العظيم المنتخب العربي الوحيد اللي يشرفك، والله العظيم متصدر، وباذن الله الدور 32 الى 16 الى 8 الى 4 وباذن الله الى النهائي باذن الله تعالى. هذا منتخب بالأربعة يفوز مباراتين، يتعادل مباراة، ما خسر بالاحتياط. لكن هذا اللاعب ايش يبغى؟ هذا دياز ايش يبغى؟ يا اخي مستحيل هذا لاعب كرة قدم يا جماعة الخير. هذا كيف اختاره ريال مدريد الملكي، كيف ياخذ لعيبه زي دولة؟ يعني حرام ان يلعبوا ناحي، اقسم بالله وناحي حرام من احتياط على هذا، كارثة. كرة القدم تلعب مع المغرب بكل أريحية، كرة القدم جميلة مع المغرب. شكرا للمغرب. في مباراة البرازيل كلمة السر كانت أيوب بوعدي، وفي مباراة اسكتلند كلمة السر كانت نائل العناوي. اليوم أمام هايتي كلمة السر كانت سفيان رحيمي. عاد إليكم من جديد. ألف مبروك لأسود الأطلس التأهل ثاني المجموعة بفارق الأهداف خلف البرازيل وبأقدام رجال المغرب، وعلى رأسهم سفيان رحيمي. دخل بالشوط الثاني شقلب هايتي، منتخب التايكوندو والسومو والضرب اللي ما خلص طول المباراة. ألف مبروك رجال المغرب، والقمة إن شاء الله في دور 32 والتأهل والتقدم للمغرب إلى النهائي إن شاء الله. محمد وهبي دخل بتشكيلة غير مكتملة، ومع هذا كانوا قدها وقدود. آسفين سهرناكم اليوم. سلسلة مغربية لم تكسر، 40 مباراة بدون أي خسارة. إنها المغرب يا سادة، الأسود المغربية خارج القفص. احذر من أن تكون خصمهم الأول. أي شخصية، أي قوة، أي فريق لا يهتز، يتأخر ويعود، يتأخر ويعود، أيكتفي بذلك؟ بل يقلب المباراة بريمونتادا وبرباعية كبيرة. أي بديل يدخل بهذا التعطش؟ ما الذي يفعله سفيان؟ تسجيل الهدف الثالث، هدف الريمونتادا. لم يكتفي بذلك، ليعود ويصنع الهدف الرابع. أي تعطش لبديل يريد أن يقدم للمغرب كل هذا. إنها المغرب يا سادة، هذه الأسود جائعة وخارج القفص. احذر من أن تقف أمامها وأن تكون خصمها الأول. لا يمكن أبدا نسيان أشرف حكيمي والشوط العظيم الذي قدمه في الشوط الأول، من انطلاقات، من صناعات، من مراوغات، تسجيل الهدف الأول، صناعة الهدف الثاني لإسماعيل صباري. قدم كل شيء أشرف حكيمي بشخصية كبيرة وبقائد يقدم للمغرب ما تستحق. مبروك لنا جميعا هذا المنتخب العربي المشرف والذي يستمر بالمنافسة ويجعلنا جميعا نفتخر. مبروك للمغاربة على تأهلكم للدور القادم. طبعا المغاربة اليوم حبوا شوي يسوون أكشن، قالوا ما ينفع نخلصها تاريخيا، العالم سهرانين ويبون يشوفون مباراة حلوة، فأعطوهم لين الشوط الثاني. بعدين
فينش. فرحنا أكثر بصراحة بهدف سفيان رحيمي لاعب العين وفرحته الجميلة جدا. فتستاهلون والله تستاهلون ألف مبروك على التأهل. وغالبا المنتخب المغربي بيواجه اليابان غالبا، والمنتخب المغربي قادر على أي منتخب في كأس العالم حاليا. منتخب ما يخوف شيء، ما يخوف أي شيء. مبروك لأسود الأطلس، مش غريبة عليهم الله يحفظهم. ولكن أنا اللي لفت نظري النفاق الرياضي. كتير ناس تمنت إنه المغرب يخسر، وكتير ناس بعد ما فاز المغرب صاروا يهنوه وصاروا مغاربة وصاروا يمدحوا فخر العرب وأسود الأطلس. هذا الشيء ببان على السوشيال ميديا، النفاق الرياضي. عاشوا أسود الأطلس. اهلا بكم من جديد. المنتخب المغربي مشاهدينا يتدارك في الشوط الثاني ويسجل هدفين وينتصر ب4 أهداف مقابل 2. طبيعة الحال مباراة بين البرازيل انتهت لتوها، وعرفت دخول نيمار في اللحظات الأخيرة كأول مشاركة وظهور له في كأس العالم في هذه النسخة. إذن المنتخبان البرازيلي والمغربي يحققان الانتصار الثاني في هذه المجموعة. البرازيل في الصدارة متبوعة بالمنتخب المغربي الذي كما أشرت تدارك بعد شوط أول شهد بعض الأخطاء على مستوى الدفاع، وفي الشوط الثاني وعلى إثر عدد من التغييرات تمكن المنتخب من قلب النتيجة وسجل هدفين عبر البديلين رحيمي وياسين جاسم. شوط أول في كثير من المعاناة والأخطاء، ظهر الوجه الحقيقي في الشوط الثاني. قلبت الطاولة على هايتي وانتصر الأسود ب4 أهداف مقابل هدفين. انتصار مشاهدينا هو الثاني على التوالي بعد الفوز على اسكتلندا، السابع في تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم، والأهم أنه يمنح المنتخب بطاقة العبور إلى دور 32 وصيفا للمجموعة الثالثة خلف البرازيل التي أنهت الدور الأول بانتصار بثلاثية على اسكتلندا لتتربع على الصدارة في انتظار معرفة المنافسين لهما في دور 32. لاعبي منتخب هايتي بعد الخروج من هذه المسابقة في مباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لهم، لكنهم تمنوا تحقيق الانتصار أو النقطة الأولى في مشاركتهم الثانية والأولى بعد 52 عاما. تفضل الكلمة. كما كنت أقول، إذن نحن كنا أفضل في استغلال الكرة عند الاستحواذ في الشوط الأول بصراحة أكثر من الشوط الثاني. في الشوط الثاني رأيت بأننا كنا متسرعين قليلا في الأمتار 30 الأخيرة أو آخر تمريرة أو آخر اللمسة. صنعنا الفارق رغم ذلك وتمكنا من تسجيل هدفين للفوز بهذه المباراة في نهاية تدريب ممتاز من قبل المدرب، خيارات جيدة وصائبة خاصة في الهدف الأخير. 3 لاعبين الذين دخلوا شاركوا في هذا الهدف، عز الدين وسفيان رحيمي وياسين جاسم. لذلك هذا جيد، نقاط إيجابية تستنتج من هذا الانتصار من هذه المباراة. كل شيء لم يكن ممتازا، ولكن نرى أنه حتى عندما تصعب الأمور نحن نفوز رغم ذلك، وهذه قوة المجموعة والمنتخبات الكبيرة. فرناندينيو انتصار برازيلي ثاني على التوالي، كذلك ثلاثية دخول نيمار، أمور إيجابية كثيرة بعد تصدر المنتخب البرازيلي هذه المجموعة. نعم، بدون أدنى شك البرازيل كانت تتطور من مباراة لأخرى. طبعا المباراة الأولى كنا نتوقع الفوز، ولكن المباراة الثانية لعبنا على الطريقة البرازيلية، وهذا يثبت بأن البرازيل مرشح قوي للفوز بكأس العالم. نعم، هناك العديد من الأمور الإيجابية مثل دخول نيمار، ولدينا لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وهندريك. لذلك أنشيلوتي لديه العديد من اللاعبين المميزين الذين بإمكانهم أن يمثلوا قوة هجومية ضاربة. كابتن يوسف، نشاهد كلمة وهبي في نهاية هذا اللقاء. صحيح الأهم تحقق التتويج منذ آخر لقب عام 2002، وهي آخر فترة جفاف يعيشها أو أطول فترة جفاف يعيشها المنتخب البرازيلي منذ ذلك الحين على مستوى التتويج باللقب، هو الذي يتوفر على 5 ألقاب وكان دائم المشاركة في كأس العالم. سنعود لنتحدث عن المباراتين بالتفصيل، لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا. قد يكون حاضرا في المباريات المقبلة في أول أدوار خروج المغلوب. دعونا
دعونا نتابع وإياكم الترتيب النهائي بعد إسدال الستار عن هذه الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة. البرازيل متفوقة بالأهداف على المغرب في الصدارة وكلاهما ب7 نقاط. اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، ولا زالت تنتظر باقي المباريات في المجموعة ال12 لكي تعرف مصيرها، هل يمكن أن تتأهل من بين المنتخبات الثمانية التي ستحتل المركز الثالث، أو أفضل 8 منتخبات ستحتل المركز الثالث بطبيعة الحال. نعود مشاهدينا لمحلل قنوات بين سبورت وأعطيك الكلمة كابتن يوسف، قراءتك لهذه المباراة، هل يجب أن نركز على إيجابياتها أكثر أم نحقق في سلبياتها تحسبا لما هو قادم؟ اول شيء مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للجمهور المغربي التاهل للدور الثاني، ومبروك للفوز والحفاظ على ديناميكيه الفوز. المهم ان نفوز في المباراتين، اظن اول مره في التاريخ نفوز في مباراتين وتعادل مباراه، 7 نقاط في هذه المجموعه. الشوط الثاني كان طبعا مختلف، الكثير من الايجابيات امين. اول شيء رده الفعل بعد الشوط جيد على المستوى الهجومي، لكن كان سيء على المستوى الدفاعي. ردة الفعل بعد التأخر والعودة بالنتيجة، ردة الفعل بعد تغييرات المدرب لوهبي دائما قراءته ممتازة جيدة للمباراة، رغم أن كانت هناك تغييرات، أعطى فرص أكثر من لاعب، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية، لكن الشوط الثاني أعطى فرصة أكثر لبعض اللاعبين الآخرين يشاهدناهم أكثر، خصوصا جاسين الآن يسجل، يصبح أصغر لاعب في تاريخ المغرب يسجل في كأس العالم، وأول لاعب في المغرب يسجل في كأس العالم الشباب وفي كأس العالم الكبار. نعم، والحكيمي كذلك اليوم اللي كانت مباراة كان أفضل لاعب في المباراة، والحكيمي كذلك يسجل هدف الأول في كأس العالم بعد صحيح المشاركات الأخيرة، وسجل في البطولات المجمعة كلها طبعا، في الأبطال على مستوى كأس أفريقيا، الأولمبياد، والآن في كأس العالم. نعم، شيء جيد وشيء مهم، وهذا شيء إيجابي. الكثير من الإيجابيات صراحة، يعني كانت هناك بعض المشاكل خصوصا في الشوط الأول، وهذا شيء طبيعي، يعني كثرة التغييرات. شاهدنا بعض الأحيان لم نكن شرسين في النواحي الدفاعية، بعض اللاعبين ما قدموش الادوار الدفاعيه وتكلمت عليهم بين الشوطين، لكن دخول اللاعبين كما قلت، دخول رحيمي، دخول اناحي، دخول جاسم اعطوا اضافه اكثر، خصوصا على المستوى الهجومي، خلقنا فرص اكثر واصبحنا متحكمين اكثر في المباراه. وهنا الاهداف دائما تاتي من الاطراف، عمل كبير لرحيمي اللي قدم مباراه جيده عندما دخل وسجل هدف، وكان وراء هذه التمريره للاعب جاسم اللي شاهده. وسعيد لهذا اللاعب لانه صغير السن لكن بمؤهلات كبيره، براءة في وجهه والابتسام، هذا صغير ومحبوب من طرف الجميع، عنده مستقبل كبير. هذا هو الشيء الجيد، ان وهبي اعتمد في تشكيلته وفي مجموعته على لاعبين شباب، لاعبين خبره، لاعبين تجربه، وشاهد التجانس. كما قلت فوز مهم، 4 أهداف، مع العلم احنا خلقنا فرص كثيره. صحيح. اليوم خلقنا 4 فرص، كان المفروض نسجل 6 و7 أهداف، لكن تسجيل 4 أهداف شيء جيد وشيء ايجابي. يعني اول شيء المباراه الاولى سجلنا هدف، ثاني مباراه سجلنا هدف، لكن اليوم سجلنا 4 أهداف. لكن الشيء الاخر لازم ان يتصحح، لازم ان مستوى الدفاع شيء طبيعي، هناك لاعبين زياده على لاعب وسط الملعب اللي كان كذلك معدي مع المزراوي، ومع اللاعب قلب الدفاع عناوي، ايوب ديوب، مع عيسى ديوب نعم. غيابهم يمكن تاثر الفريق من النواحي الدفاعيه، وحتى في التحولات هاتي كذلك لازم نشيد به، نقدم مباراه كبيره على المستوى لانه يلعب بدون اي ضغوطات. اخر مباراه يريد خروج من البطوله بفوز معنوي، اول فوز له في كاس العالم. كل هذه الايجابيات اظن في مصلحه الفريق، والان علينا ان نرتاح، ان نحاول ان نسترجع، لان هناك المباراه المقبله سننتظر مجموعه هولندا واليابان ترتيب كيف حتى نستعد للمنافس القادم. هذه هي أجواء في المباراة الأخرى، ميامي ستيج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا مغرب ستار. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا عاجل ورسمي: جزائرية تزلزل الكراغنة بعد انتصارات المغرب، وتونسي القوانين الجديدة للفيفا اكثر صفعة للسنغال. السنغال مازال داخله مع الطاس، مشات للطاس ما رضاتش بالكاف، مشات للطاس باش انها تقول لهم راه الكاس ديالي، لكن الطاس حتى هي عطاتهم صفعة اقوى من اللي عطاتهم الكاف. فيديو رائع جدا اصدقائي. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم والاشتراك في القناه باش تقبل العائله ديالنا اصدقائي